السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. طبعا هنعمل بسكويت كده حاجه تحفه للشاي بلبن او للتسالي، او احنا قاعدين كده جاي لنا ضيف حلو كده عزيز علينا من واحد بيحبه، هيقوم يعمل البسكويت ده فورا. معايا كوبايه سكر بودره هنزل بيها، معيار الكوبايه مش هيتغير. كوبايه سكر بودره وكوبايه سمنه وبضايه ونص معلقه فانيليا صغنونه نزلت بيها. كل ده هضربه كده بالمضرب كده لغايه ما يبقى كله عامل زي الكريمه كده، زي ما انتوا شايفين قدامكم. بضرب بالمضرب لغايه ما يبقى كريمه، وهشيل المضرب ومعايا كوبايتين دقيق بنفس الكوبايه. انا نخلاهم ومعايره الكوبايات قبل ما احط السمنه والحاجه، ونص معلقه بيكنج باودر كبيره او معلقه صغيره. هنزل بها على الدقيق وهبتدي بقى هلم بالدقيق السمنه كده لغايه العجينه ما تتلم زي ما انتوا شايفين كده. هختبر العجينه بايد النظيفه، هاخد حته منها بايد النظيفه، ولو لزقت في ايدي هحط لها معلقتين لبن، ما لزقتش هنستعملها عادي. قسمت العجينه على 3 قطع، خدت قطعه حطيت عليها معلقه كاكاو وقلبتها في طبق وركنتها، والحته التانية عندي لون اللي هو الطبيعي بتاع الطعام بيشتري من عند بتاع الحلويات عادي، ازازه صغيره كده. انا طبعا حطاها في التلاجة فما كانتش عايزه تنزل مني، راح الغطا واقع، نزلت كميه يعني حبه حلوين كده. انا ما كنتش، انا هحاول اشيلهم بالمعلقه لان يا دوبك انا عايزه نقطتين كده بس. هقلبهم بقى كده برضو في العجينه لغايه ما يبقى لونها كده احمر كده وجميل. خلاص كده هي خلاص خلصت. ومعايا طبعا جزء برضو اللي هو الابيض اللي ما عملتش فيه اي حاجه، هجيب الصاج كده انا مش دهنها ولا اي حاجه، لان العجينه هكتفي بالسمنه اللي في العجينه. عايزين تدهنوه بنقطه زيت مفيش مشكله. هبتدي اكورها كده كور صغيره، وعند البتاعه بتاعت التشكيل دي هحطها فيها. هبتدي بقى اشكل فيها كلها كده في المكبس واحده واحده لغايه ما اخلصها. العجينه قد ايه حلوه قوي وناعمه وسهله قوي في التشكيل، وبجد جربوا الطريقه دي، طريقه تحفه للبسكويت. لو هتعملوا البسكويت ده وتدوقوه تلاقوه نواعم. طبعا الكل عارف بسكويت نواعم اللي احنا بنشتريه طعمه عامل ازاي. ولو ما لقيتوش بنفس اللي انا بقول لكم عليه ده ونفس الجمال، انا عايزاكم تكتبوا لي ان البسكويت وحش. قوموا جربوا، هما كوبايتين دقيق وكوبايه سمنه وبضايه وكوبايه سكر، وهتدوقوا احلى بسكويت ايديكم هتعملوا في التاريخ كله. جاي لكم ضيف، جاي لكم حد عزيز عليكم، ممكن تعملوا الكوبايتين البسكويت دول، حبه البسكويت الحلوين اللي ما بيتعملوش غير لكل عزيز دول. نقوم نعملهم كده يتحطوا على السفرة كده مع العصير، مع الشاي بلبن، مع اي حاجة، مع الحاجة الساقعة. بصراحة طعمه حلو قوي قوي. طبعا ابتديت بقى ان انا اكور كده كله مرة واحدة، وبعدين احطه في المكبس كده واشكله. هفضل اشكل فيه لغاية ما املى الصاج ده. هما عملوا صاجين 2، طالع حلو قوي وشكله جميل جدا، حاجة كده راقية، واللون كمان تحفة كده، الالوان كده متجانسة، البني مع الاحمر مع الابيض، حاجة كده الاطفال هيحبوها قوي، هيعجبكم الطعم كمان. طبعا وانا بشكل كده، انا ولعت الفرن على 180 درجة، سايباه بس كده يبقى سخن، بحيث ان انا اول ما اخلص الصاج ده انا هحطه في الفرن. وهبتدي بقى اعمل الحتة اللي فاضلة في الصاج التاني. فعلا انا خلصتها ودخلتها الفرن. هعمل بقى الحبة اللي هم اللي بالكاكاو دول. ما شاء الله، بجد حاجة كده جميلة جدا. انا عايزاكم بس تجربوا الطريقة، وبعد كده اكتبوا لي بعد ما تجربوا الطريقة، مش مستنية منكم اي حاجة غير بعد ما تجربوا. عجبكم يبقى لايك بقى وشير بقى وعايزين الفيديو ده يوصل لحاجة كده يعني. بصوا مش قادرة اقول لكم قد ايه. هنا قربت اخلص اهو، خلاص فاضل حاجات بسيطة.
خلاص كده شبه. هطلع بقى الصاج اللي جوه واحط الصاج ده هنا. انا طلعت ده خلاص استوى اهو. هو سخن بس هسيبه كده بتاع 15 دقايق لغايه ما يبتدي ان انا اعرف احركه من الصاج. هنا وخلاص كان هدي، ابتديت ان انا اطلعه بوريهولكم قد ايه هو تحفه قوي، حلو قوي وخفيف وطعمه خطير خطير خطير. ايه رايكم بقى في الجمال؟ بجد كده حاجه ايه، حاجه تحفه. قوموا بقى، قوموا كلكم بقى جربوا الطريقه دي واعملوا البسكويت. ويلا بقى لايك وشير بقى يا جدعان. عندي بقى العلب اللي هي بتحط فيها البوتفور، الرز بلبن، الحاجات دي حلوه قوي. ممكن احنا نحط فيها كده كام واحده برضو، نحطها على ترابيزه السفره ونغطيها، نقفلها لاي حد مثلا جنب العصير جنب الشاي. بتبقى حلوه قوي وظريفه قوي، شكلها خطير، جميله. بوريكم قد ايه هو كده حاجه كده، حاجه جميله قوي. العلب برضو دي اللي انا بعبي فيها دي. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ايه رأيكم بقى؟ شايفين العلبة دي لما نقفلها كده نديها الأطفال؟